اليوم نزلنا على شوارع اسطنبول منطقة الفاتح كرمال نسأل سؤال بيشغل بال كل مغترب. هل الغربة هي موت بطيء؟ هل العيشة برا البلد بلا كرامة أو وجع قلب؟ خلونا نسأل الناس ونشوف شو رأيهم بموضوع الغربة. تفضلوا معنا. أحمد لبان من سوريا حلب. قد صار لك بتركيا؟ حوالي 6 سنوات. اليوم نحن سؤالنا عن الغربة، بدنا نسألك هل فعلا الغربة موت بطيء وليش؟ بالنسبة لي أنا صار لي متغرب تقريبا 35 سنة عن بلدي، يعني كنت عايش بالسعودية والآن في تركيا. بصراحة كان في السعودية ما كنت أحس بالغربة يعني، لكن الآن جيت لهون ومع إنه كان في سوريين كتير، لكن للأمانة في غربة، وغربة كتير صعبة يعني بسبب المعيشة والصعبة وهيك يعني. فيك تحكي لنا شو أكتر شي تعبك بالغربة؟ لحظة أو موقف أو شي يعني ما بتقدر تنساه، شي قدر يأثر عليك سلبا بالغربة؟ بصراحة من ناحية العمل، يعني العمل هون جدا صعب والتكيف فيه صعب كتير كتير. والأصعب كمان موضوع التنقل والهوية والقصص هي صعبة علينا كتير كتير يعني، فعم نحس حالنا كأنه بدون كرامة يعني بصراحة يعني. لو خيروك ترجع على بلدك سوريا حاليا بعد ما تحررك ولا تكمل هون، شو بتختار وشو الأسباب؟ حاليا لا، ما برجع على بلدي. بالنسبة إلي أنا بحكي شخصيا يعني ما برجع على بلدي، لأنه ما عندي بيت، ما عندي عمل في سوريا، فبفضل إني أبقى هون يعني لبين ما على الأقل يعني أكون حالي شوي يعني. طب سؤال هيك فيه شوية مشاعر، لما بتشتاق اليوم لسوريا شو أول شي بتفكر تعمله؟ يعني في أشخاص بيسمعوا غنية، في أشخاص مثلا بروحوا بحبوا يقعدوا لحالهم لما يتذكروا بلدهم. يعني بروح على المناطق اللي هي بتشبه سوريا، مثل منطقة الفاتح هون، جامع الفاتح، يعني بيذكرني شوي بمناطق اللي بسوريا يعني. بنزل على البحر يعني هيك. شو بتحب تقول لهم، توصل لهم رسالة، خصنص أهلنا يلي لساتهم عايشين بسوريا؟ والله إن شاء الله نتمنى نلتقى فيهم بأقرب وقت يعني، وبأقرب فرصة بتكون الظروف أحسن من هيك الآن بسوريا، وإن شاء الله يعني بإذن الله. محمد من سوريا من الشام. قد صار لك بتركيا يا محمد؟ صار لي حوالي تقريبا 14 سنة. تمام. نحن اليوم رح نسألك سؤال، هل فعلا هي إنه الغربة هي موت بطيء وشو الأسباب؟ هلا بتختلف هذا الكلام من أعمار، سبحان الله. يعني أنا مثلا تغربت من أنا وصغير. فما بحس إني بتأثر مثل الناس اللي طالعة عمرها أكبر مني. الناس اللي طالعة أكبر مني اتوقع انه بتتاثر اكثر بكثير بهذا الموضوع، بما اني انا كبرت ووعيت هون. درست جامعتي هون كانت، وشغلي كان هون ما شاء الله. فبلشت كل شيء من الصفر، خليني اقول لك. بس الناس اللي جايه بدها تبلش وترجع حياتها من الصفر، وهي عدم مؤاخذه عمرها 30 ولا 25 ل 30 خلينا نقول ولا 40 سنه، فهذا رح يحس بعجز كثير اكيد هون. يعني انت بوجهة نظرك انه الواحد اذا تغرب على صغر ممكن هذا الموضوع يكون اسهل لإله؟ طبعا اكيد هذا الشيء بيختلف، لانه كلياتنا اليوم بنتفق انه الغربة ما بتخلى من الصعوبات. شو اكثر موقف او شغلة صارت معك بالغربة اثرت فيك؟ انك تكون فوق كتير وترجع نص صفر، يعني انك تكون عايش شيء. كنا بسوريا عايشين كلياتنا الحمد لله، فضل من رب العالمين، ما حدا ناقص عليه شيء. انك ترجع تشوف اهلك وانت عم تبلش من نص صفر وتطلع بطلوع، هذا هو كان اصعب شعور بصراحة. اليوم بعد تحرير سوريا لو خيروك ترجع تعيش بسوريا ولا تضلك مكمل هون، شو بتختار وشو هي الاسباب؟ اكيد برجع على سوريا، اكيد. هيك جزما؟ اكيد برجع على سوريا، بس اللهم بنستنى نحن يصير فرص للشباب اكثر، يصير في إلنا شغلات اكثر نقدر نحن من وراها انه نوقف سوريا على رجلها، نرجع من اول الله وجديد. تعالى. طيب اليوم اذا حدا عم يسمعك من اهلك او ناسك او حتى اصدقائك او حتى اولاد بلدك، شو ممكن توصل لهم رسالة عن الغربة؟ انه كلياتنا قادرين نعمرها سوا. الغربة قد ما طولنا وقد ما ضلينا برا ما رجعنا لبلدنا. ماجد اللاوي. هل فعلا انه الغربة هي موت بطيء وليش؟ ما فينك تقول غربي، لأنه تعتبر الإمارات بلد تاني إلك، نحن بالإمارات بلدنا، يعني ما حاسس بغربي أنا بالإمارات. يعني الإمارات حسب ما بنسمع عنها كل الناس بتحمد وبتشكر منها انه كأنه الواحد عايش ببلده الثاني. احترام لكل الجنسيات من ما كنت تكون، بأي دين وبأي طائفة ومن أي عرق، احترام مفروض فرض.
والحمد لله يعني احنا ال10 سنين انا ولا انسان زعجني في الامارات ابدا ابدا يعني. لابد الغربة يكون فيها مواقف تكون صعبة وفي مواقف ممكن تكون حلوة. ممكن تحكي لنا شو أكتر موقف صعب واجهته بالغربة وشو أكتر موقف قلت إنه الحمد لله على نعمة الإمارات؟ يعني الحمد لله على نعمة الامارات، كانت البلد عندنا لا كهرباء وما زالت يعني فيها مشاكل، فيها الحرب يعني واثار الحرب. كنا نقول الحمد لله نحن بعيدين عن الضرب، اولادنا بامان، اولادنا عم يتعلموا، عم نسحب رزقنا، ما عندنا بحاجه حدا. يعني هاي الامور الجيده. الامور السيئه انك تحن لبلدك، لهوا، للمي، للمناطق اللي انت ربيت فيها. اكيد كل انسان بحن للبلد اللي هو ولد فيها. السؤال اللي مشاغل بال الكثير اليوم، لو خيروك ترجع تعيش ببلدك ولا بتكمل محل ما انت عايش بالامارات، وين بتكمل وشو السبب؟ والله بحيري انه نرجع او نبقى، بس لحد هلا انا بقيان بالامارات باذن الله تعالى. طيب شو اول شيء بتعمله ممكن اذا بتشتاق اليوم لسوريا؟ بدي اروح زياره ان شاء الله. ان شاء الله قريبا. شاء طب الله. اليوم شو ممكن انت توصل لنا رسالة لكل سوري لسه ما تغرب، لسه ما دق طعم الغربة، يلي عايشين بسوريا، شو ممكن أول شيء تقولون؟ أو لحدا من أهلك اللي لساتهم بسوريا؟ والله السوريين تعبوا برا وجوا. حياك الله. خلينا إياك عمو، كم عمرك؟ 78 عام. ما شاء الله، إن شاء الله طولة العمر لك الله يا عمو. يخليك يا رب. عمو إذا اليوم أنت حابب توصل نصيحة لكل شاب مغترب، ممكن تحكي له هيك نصيحة من أب كبير لإله؟ اكيد المغترب تعمله رجال، يصير يعتمد على نفسه، ما عاد في عنده قواعد يرتكع عليها، يا بيكون رجال يا بيغرق. طبعا طبعا صحيح. هاي الغربة. طيب عمو، اليوم بعد تحرير سوريا في كتير شباب لساتها حاطة ببالها تتغرب. طب انت شو برأيك السبب اللي بيخلي شاب بعد ما تحررت سوريا من نظام ما كان مسيطر عليها انه لساته حاطط بباله يتغرب؟ شو برأيك انت السبب؟ خبز وزيتون ويضل قاعد بلده. ياكل خبز وزيتون ويضل قاعد يضل ببلده. قاعد بلده. شكرا كثير لك، عذبناك، تشرفنا بمعرفتك. حياك الله. يعطيك الف عافية. الغربة إلها وجعها ولكن فيها امل وحياة. في ناس قررت تبني حلمها بعيد، وفي ناس قلبها ضل معلق بالوطن. انت برأيك الشخصي هل الغربة هي موت بطيء؟ اكتب لنا تحت بالتعليقات، وشارك هذا الفيديو مع شخص بتعرفه متغرب وعانى من صعوبات الغربة. وشكرا، كان معكم يزن الموعد.